بيقولك إن العروسة أنابيل وصلت لبنتين، واللي استدعوا أد ولورين لأن بيحصل لهم حاجات غريبة من ساعة ما وصلت لهم العروسة. وأد ولورين أثبتوا إن العروسة فيها كيان شيطاني بيتحكم فيها وكان بيسعى علشان يستحوذ على أرواحهم، وإنهم وصلوا في الوقت المناسب. وبيقولوا كمان إنهم لازم ياخدوا العروسة علشان يحبسوها ويخلصوا الناس من شرها. وهم في طريقهم للبيت بيلاقوا إن الطريق مقفول بسبب حادثة، والشرطي بيقول لهم يطلعوا من على طريق تاني، وبتعجبوا العروسة أنابيل جدا. وهم راجعين من الطريق العربية بتعطل، وبينزل أد علشان يشوفها، ولورين بتلاحظ إنهم واقفين جنب مقابر. وفجأة بتلاقي بنت قاعدة وراها وبتقول لها إن العروسة بتاعتك حلوة، ولما بتلف ما بتلاقيش حد، وبتبص قدامها وبتسمع صوت بنت تاني وبتقول لها إنها بردانة. وبتحاول لورين تشوفها في المراية، بس بتتفاجئ ان في اموات قدام بوابة المقبرة. ولما اد بيخلص بتلاقي ان في اموات واقفين وراه وهو مش شايفهم، وواحد منهم بيزقه على الطريق، وبتيجي عربية نقل كبيرة، بس اد بيقوم في اخر لحظة. والراجل بينزل وبيعتذر له وبيقول له كأن كان في حد تاني سايق العربية مش هو. وساعتها لورين بتعرف ان كل ده من انابيل، وانها بتقدر تجذب الارواح ليها. وبيوصلوا للبيت وبتكون بنتهم جودي شايفاهم، وبيدخلوا العروسة للمتحف بتاعهم اللي جوه البيت، وبيقروا عليها وبيرموا عليها ماء مقدسة. وبيبان ان انابيل بتقدر تتحكم في كل الحاجات الموجودة في الأوضة واللي كانت فيها أرواح شريرة، ولكن اد ولورين مسيطرين عليها. وبيحطوها في صندوق من الإزاز، والصندوق ده بالذات بيكون طاهر لأنه كان في كنيسة. وبيقولوا انهم كده سيطروا على شر انابيل، ومع ذلك كانت أكتر قطعة بيخافوا منها. وفي اليوم اللي بعده بتكون جودي بنتهم رايحة المدرسة، وبتاخد الصليب بتاعها معاها، وبتتفاجئ ان ماري جالسة الاطفال هي اللي هتقضي معاها اليوم لان اد ولورين عندهم شغل. وجودي بتفرح لانها بتحبها، وبيكون اليوم ده عيد ميلاد جودي، وبتحضر ماري للحفلة، وبتكون معاها دانييلا وبتساعدها. وفي المدرسة جودي بتتعرض للتنمر بسبب شغل ابوها وامها، وصاحبتها بتقول لها انها مش هتقدر تحضر عيد ميلادها لان اهلها خايفين عليها من بيت اد ولورين. وبيكونوا بيحضروا الكيكة، وبتجيلهم دانييلا واللي بتمسك الجرس الروحاني، وجودي بتقول لها ان الجرس ده بيرن لما بيحضر كيان شيطاني في نفس المكان. دانييلا بتكون عايزة تعرف مكان الأوضة اللي اد ولورين عاملينها متحف، وعايزة تشوف الحاجات المخيفة. وبتجيب هدية لجودي جزمة بعجل، واللي ما بتعرفش تمشي بيها علشان أرضية البيت. وبتطلع مع ماري علشان يجربوا الجزمة بره، وماري بتنبه عليها ما تتحركش من المطبخ وتاخد بالها من الكيكة. بس دانييلا بتروح وبتحاول تفتح الأوضة المقفولة، وبتترجى الأرواح الموجودة إنهم يفتحوا لها الباب، لكن الباب ما بيفتحش. بس بتلاقي ان باب المكتب بتاع اد ولورين هو اللي اتفتح، وبتدخل المكتب وبتفضل تدور على المفتاح لحد ما بتلاقيه، وبتفتح الأوضة فعلا، وبتفضل تلمس كل حاجة موجودة في الأوضة لحد ما بتوصل لأنابيل، وبتقول لها انت عملتي ايه علشان يحبسوكي هنا. وبتقول لو في أرواح في المكان يعملوا أي إشارة، وبيكون غرضها انها تتواصل مع روح والدها اللي مات، ولكن ما بتلاقيش أي رد. وقبل ما بتخرج من الأوضة بتلاقي ان أنابيل اتحركت ولمست الإزاز، وبيكون مكتوب تحذير محدش يفتح الصندوق، وفي صورة شيطان موجودة على الإزاز. ومع ذلك بتفتحه وبتطلع أنابيل، ولكن بتدخلها على طول لما جهاز الحريق بيضرب لأنها نسيت الكيكة. وبتجري من الأوضة، وبيبان إنها نسيت الصندوق مفتوح، وأنابيل بتتحرك وبتخرج. وماري بتلاقي إن الباب بيخبط، لما بتبص من العين السحرية ما بتلاقيش حد، لكن بتسمع صوت بنت صغيرة بتسأل على أنابيل، وبتقول لها إنها عايزاها تطلع علشان تلعب معاها. وبتفتح الباب وبتلاقي بنت فعلا، وبتكون دي أنابيل واللي العروسة أخدت اسمها. وملخص الجزء بتاعها هتلاقيه تحت في صندوق الوصف. وماري بتقول لها ان مفيش حد في البيت اسمه انابيل، لكن البنت بتقول لها لا فيه، وكمان واقفه وراكي. ولكن ماري ما بتلاقيش حد، وكمان البنت بتمشي. ودانييلا بتتكلم مع جودي وبتقول لها ان ابوها وحشها جدا، وانها حاسه بالذنب لانها كانت السبب في موته. وفجاه بتلاقي شبح ابوها موجود فعلا جوه البيت، وبيروحوا البيت، ودانييلا بتحاول تفتح الاوضه بس بتلاقيها انها اتقفلت. وجودي بتلمح حد بيتحرك في البيت، وبتروح وراه وبتلاقي انابيل قاعده على الكرسي وبتهز نفسها، وباب الاوضه بيتقفل لوحده. لما بتفتحه تاني بتلاقي ان انابيل اختفت، وبتلاقي ورقه تحت السرير مكتوب فيها انا وحشتك. وبعدها بتسمع صوت خبط على الباب، والصلبان اللي في الاوضه بتتقلب، وبيبان ان في شبح ورا الشباك وبيمشي لحد ما بيظهر في المرايات، وبعدها بيطلع من الاوضه اللي قصادها. وبتطلع شبح واحده لابسه فستان اللي بتكون موجوده في اوضه اد ولورين واللي دانييلا لمستها، وبيكون معاها سكينه وبتجري عليها. وجودي بتمسك الصليب علشان تحمي نفسها وبتفضل تصرخ. وبتطلع لها ماري وما بيكونش حد معاها في الاوضه، وبيفضلوا هما الثلاثه يدوروا في مكتب اد ولورين بسبب فضولهم، ولكن بيزهقوا وبيخرجوا. وجودي بتتفرج على التلفزيون وبتلاقيه قفل لوحده، وبتفضل تدور على الريموت لحد ما بتلاقيه تحت الكنبه.
ولما بتاخده بتلاقي ان انابيل ورا الكنبه وبصلها، وبتطلع جودي تشوف ورا الكنبه وبتلاقي الكهرباء قطعت، بس بتكون ماري ودانييلا بيحتفلوا بعيد ميلادها. وبيخلص اليوم وبتيجي دانييلا عشان تروح، وبعد ما بتخرج من البيت بتلاقي ان مفاتيح المتحف في جيبها، فبتدخل البيت من الباب الخلفي علشان ترجع المفاتيح من غير ما حد يشوفها، ده لانها ما عرفتش حد انها دخلت الاوضه. وبتلاقي ان باب المتحف فتح لوحده، ولما بتدخل بتلاقي ان انابيل مش في مكانها، وبعدها بتلاقي صندوق اتقفل، ولما بتفتحه بتلاقي فيه ساعه وبتحط فيه صوره والدها اللي عايزه تتواصل مع روحه. وبعدها بتلاقي ان كرسي بيتهز لوحده وبيجي شبح والدها وراها، وباب الأوضة بيتقفل عليها، وبتسمع صوت البيانو وبتروح علشان تعزف، وبتلاقي ان ايد والدها بتكمل لها العزف، وبتكون شايفاه في المراية، لكن لما بتلف وشها بتلاقيه غرقان دم وبيصرخ وبيقول لها انت السبب. تفضل تخبط على الباب ولكن ما بيكونش حد سامعها، وبتروح ماري تحضر السفرة وبيبان ان الكوباية بتتحرك لوحدها لحد ما بتقع وبتتكسر، وبعدها بتلاقي الاغاني بتشتغل لوحدها وبتروح تطفيها، واللي بتروح تطمن على جودي وبتلاقيها نايمة في سريرها، بس بتلاقي ان انابيل نايمة جنبها ولكن بتسيبها وبتفكرها عروستها. وبتكون دانييلا لسه بتحاول تخرج من الأوضة وبتلاقي صورتها ظاهرة في شاشة صغيرة بس سابقاها بثواني، واي حاجة بتحصل في الشاشة بتحصل فعلا لدانييلا. وماري بتسمع صوت جاي من اوضة المكتب، وبتلاقي ان جهاز تسجيل الصوت اشتغل لوحده، وولد صغير بيتكلم عن عملات معدنية وبتفضل الكلمات تتردد وتتعاد، وبتقفل الصوت والكهرباء بتقطع، وبيبان ان في شبح وراها لكنها مش بتنتبه له. تخرج من الأوضة ومعاها كشاف، وبتلاقي عملة معدنية بتتحدف لها، وبتسمع صوت جاي من فوق، ولما بتطلع بتلاقي عملات تانية بتتحدف لها، وبتلاقي ان الصوت جاي من المطبخ، ولما بتروح بتلاقي العملات المعدنية عاملة شكل عينين مخيفة جدا، ولما بترفع الكشاف بتلاقي ان العملات وقعت قدامها، وبتمسكها ولما بترفعها وبتحاول تخرج بس بتلاقي ان في قوه بتشدها وبترجعها، وبتلاقي ان الاشباح واقفه وعينيهم من العملات لحد ما بيختفوا، وبتجري على جودي واللي بيكون الباب مقفول عليها، وبتلاقي نفسها بتتسحب من على السرير، وبتلاقي ان البطانيه بتاعتها بتترفع، ولما بتبص تحتها بتلاقي ان العروسه نايمه عليها، وبتلاقي البنت انابيل في وشها، فبترمي البطانيه على الارض وبيبدا يظهر شبح انابيل على الحيطه، وبعدها العروسه، وبعدها بيظهر خيال شيطان، وفجاه بتلاقي ان الشيطان نفسه وراها، وبتجري من الاوضه وبتخرج مع دانييلا، ولكن ما بيعرفوش يطلعوا من البيت، اللي بيتصلوا على لورين ولكن بيلاقوا ان صوتها بيقول لهم ان انابيل محتاجه روح وانها مش هتمشي غير لما تاخدها، وبيلاقوا ان كل الاجراس الروحانيه بترن، وفي الشاشه دانييلا بتروح ترد على تليفون وبعدها شكلها بيتحول، وبعدها بثواني التليفون فعلا بيرن، وبتروح علشان ترد ولكن بتيجي جودي وماري وبيلاقوا ان كل حاجه في الاوضه بتتحرك، وجودي بتقول لهم ان كل ده بسبب انابيل وانها لازم تاخد روح حد فيهم. ولما بيخرجوا من الاوضه ماري بيجي لها ضيق تنفس وبتحتاج البخاخه بتاعتها، وجودي بتروح تجيبها من العربيه، ودانييلا بتلاقي الست اللي لابسه فستان ابيض واللي بتضربها بالسكينه في بطنها، ولما بتقع على الارض ما بتلاقيش حاجه، وقبل ما بتقوم بتلاقي الست في وشها واللي بتدخل جواها وبتستحوذ عليها، وبتكون جودي جابت البخاخه بصعوبه وماري بتستعملها، وبيفضلوا يدوروا على دانييلا واللي بيسمعوا صوتها، ولكن جودي بتقول لها ان ده كيان الشيطاني واستحوذ عليها، وعلشان يتخلصوا من كل ده لازم يدوروا على انابيل ويحبسوها تاني في الصندوق بتاعها. وبتبدا جودي تشوف ارواح ولكن بتعرف ان الارواح دي طيبه وعايزه تدلهم على مكان انابيل، وبيمشوا وراها وبيكونوا سامعين اصوات ناس بتتكلم، وبيوصلوا للاوضه اللي فيها انابيل واللي بتكون قاعده في دولاب وبتقفل الباب على نفسها، وبيدوروا على المفتاح لحد ما بيلاقوه، ولكن لما بيفتحوا الدولاب ما بيلاقوش انابيل، وبيلاقوا ان في مصباح نور، وبيفهموا انهم لازم يدخلوا ويدوروا عليها. وبتفضل جودي بره علشان تصلي وتحميها، وبتدخل ماري لوحدها وبتلاقي نفسها واقفه وفي عينيها عملات وحضنه انابيل، وبتحاول تشد انابيل منها لكنها ما بتعرفش، وبيتفتح باب الدولاب لجودي وكأن هي اللي عليها الدور، وبتفضل تنده على ماري لحد ما بتلاقيها رمت لها العروسه وقالت لها تحبسها، ولكن جودي بتلاقي دانييلا في وشها وبتحاول تقتلها، وبتيجي ماري وبتنقذها، وجودي بتشغل البروجيكتور واللي بيكون فيه جلسه طرد ارواح بيعملها اد، وبتبدا الروح اللي جوه دانييلا تتاثر وبتخرج منها، وبتروح جودي تحبس انابيل ولكن الشيطان بيمنعها، وبتمسك الصليب اللي جنبها وبتحطه عليه وبيحاولوا يحبسوها، ولكن بيلاقوا ان في قوه بتزق الباب، وبتيجي دانييلا وبتساعدهم وبيقفلوا الباب فعلا، وبعدها بيلاقي ان كل حاجه في الاوضه رجعت مكانها، وبيقرروا انهم ما يحكوش اي حاجه لاد ولورين، وبيفضل الشر محبوس جوه العروسه انابيل، وبيرجعوا اد ولورين للبيت وبيحتفلوا بعيد ميلاد جودي واللي بيكون كل اصحابها جم وبيحتفلوا معاها،
عليها. ولورين بتطلع الساعة وبتاخد منها صورة والد دانييلا وبتقول لها انها عرفت كل حاجة حصلت في البيت، واللي حكى لها هو ابوها واللي جالها في رؤية، وكمان بيقول لها ما تلومش نفسها وان مش هي السبب في موته ولا حاجة. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وقولي عايز الملخص الجاي يكون عن ايه. سلام.